السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله تعالى هنعمل البانيه الجريلا او البانيه المشوي على حسب ما انتي بتسميه. بصوا، حاجة كده وهم وخيال، حاجة كده قمر زي ما انتم شايفين. البانيه طري ومستوي، والتتبيلة بتاعته بتخليه كده طري وجوسي، وينفع جدا جدا للناس اللي عاملة رجيم او للناس اللي عاملة دايت، هيبقى حلو قوي قوي معاها. تاني حاجة، الأكلة دي تنفع مع أي أكلة أنتِ بتقدّميها جنبيها، مش هتقول لِك لأ. النهارده إحنا عملناه بطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا معاه مكرونة بالخضار، ولا أطعم ولا أحلى من كده. أنتِ حُرة، أنتِ واختيارِك، عايزة تقدّميه مع المكرونة اللي بالخضار ده هيبقى تحفة، تقدّميه مع أكلة تاني دي أنتِ حُرة فيها. المهم، هندخل كده على الفيديو ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف احنا عملنا القمر والحاجات الحلوة دي ازاي. بس ما تنسوناش يا بنات باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو ينزل لكم بإشعار. قالوا كده نسموا بسم الله ونشوف احنا عملنا ايه. بصوا يا بنات، معانا هنا كده ده كان كيلو من البانيه. ده كان قد ايه يا اماني؟ ده كيلو من البانيه. بصوا، انا ما نزلتش جبت البانيه، بس ابني اللي الصراحه اللي نزل جابهولي. فانتي لو نزلتي حاولي ان هو يقطعهولك شرايح تبقى تخينه شويه، ما تبقاش اللي هي الرفيعه عشان ما تنشفش منك في الطاسه او في الجريل بتاعك اللي انت هتشتغلي فيه. حاولي كده خلولك السمك بتاعه يكون حلو كده. المهم اديناه شطفه او نقعناه في ميه وخل وملح وليمون، وبعد كده مش نقعه كتيره يعني، يا دوبك بس عشان ينزل اي زفره فيه. شطفناه كويس وصفيناه وحطيناه هنا في البوله وسيبناه على جنب. وهنيجي دلوقتي نتكلم مع بعضينا نشوف احنا هنستخدم ايه فيه، او ايه الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنحطها له. بصوا يا بنات، معايا هنا زي ما انتوا شفتوا كده بصلتين وحبيتين من الطماطم، ومعايا هنا عصرة 4 ليمونات أو 3 ليمونات اللي يريحك. الليمون مش هيعمل أي حاجة فيه، بالعكس ده هيديه مزازة كده وهيبقى طعمه حلو قوي فيه. تمام. هننزل كده بيهم في شفشق الخلاط، عندك كب شفشق خلاط اي حاجه اشتغلي بيها. وعندنا هنا كمان 4 فصوص ثوم. طيب، عرفنا كده تمام لحد دلوقتي؟ تمام. هننزل كمان بحوالي كده 4 معالق خل، 3 أو 4 معالق خل برضو زي الليمون. وهناخد علبة زبادي. علبة الزبادي دي أنا مش هاخدها كلها لأن دي علبة الزبادي الكبيرة. تمام، هاخد كده حوالي نصها يطلع حوالي كده ايه، معلقة ونص يا بنات من الزبادي. تمام. عندك العلبة الصغيرة حطي العلبة الصغيرة، ما عندكيش العلبة الصغيرة وعندك مثلا زي كده بقى تحطي معلقة ونص او نص العلبة. المهم هننزل بالتوابل بتاعتنا، معلقة كاري، معلقة صغيرة كاري. وهننزل يا بنات بمعلقة زعتر. الزعتر حلو جدا جدا خصوصا في الفراخ، الزعتر بالذات في الفراخ بيديها بصوا ريحة كده وطعم بيبقى حلو قوي. تمام. هناخد كمان معانا ايه، هناخد روزماري. روزماري ده برضو كان عندي، فانا حبيت ان انا الصراحة اضيفه كده حوالي معلقة برضو ايه صغيرة كده من الروزماري. تمام. وهنجيب هنا نص معلقة فلفل اسود، وهاخد حوالي معلقة ونص صغيرين ملح. ادي معلقة، وادي كده نص او اقل من النص معلقة ملح. تمام. وهنضرب الحاجات دي كلها كده ايه في الخلاط. احنا عايزينهم نضربهم كده في الخلاط ضربة كويسة علشان يعني المادة اللي احنا هننقعهم فيها او الخليط اللي احنا هننقعهم فيه عايزينه سايل. عايزينه يكون كده سايل، مش عايزينه كده يبقى ايه يعني تقيل ولا حاجة، لا عايزينه سايل. فهنضربهم كده ضربة كويسة. عندك لبن، اللي عايز يحط لبن ممكن يحط لبن عادي. عندك دبس رمان حطي دبس رمان، عندك عسل ابيض تحطي له عسل ابيض. كان الحاجات دي كلها بصوا بتخلي كده البانيه لمعه كده حلوه. بس انا والله العظيم عملته بالزبادي والمكونات اللي قدامكم دي، كانت لمعته زي ما انتوا شفتوا كده زي دبس الرمان واحلى كمان. فما تأيديش نفسك، يعني لو ما عندكيش الحاجة دي خلاص ما تأيديش نفسك. المهم خلطنا المكون ده بالفراخ او بالبانيه، وهنشيلها كده في التلاجة شوية. انا نفسي هخليها حوالي ساعتين ولا حاجة في التلاجة. هجيب كده الجريل او الطاسة اللي انا هشتغل فيها، واحط كده ايه حوالي معلقة او 2 من الزيت. هننزل بحوالي معلقة او 2 من الزيت. سخني النار بتاعه الجريل كويس قوي عليه قبل ما تحطي الفراخ. بصوا انا كنت مسخناه جدا لدرجة اني اول ما نزل في الجريلة ديكم هتشوفوا عمل ازاي. وهتنزلي اي حاجة موجودة في الفراخ هتنزليها كده بايدك اهو زي ما انتم شايفين، يمكن ايدي واضحة. اي حاجة من الخلطة اللي احنا حطيناها لها او النقعة بتاعتها
الخلطة بتاعتها هتنزليها بإيديكِ كده قبل ما تنزليها في الجريل. بصوا الجريل كان سخن ازاي، عشان انا اول ما حطيت الفراخ شايفين لونها ابتدت لونها، بصوا شايفينها عملت ازاي بسرعة اهي. لازم يبقى سخن كده عشان تروحي قافلة المسام بتاعته على طول. بس هبدأ ان انا برضو ايه اكمل كده هنا بقى. دلوقتي هبدأ ان انا اهدي النار شوية. انا هبدأ كده ان انا اشيل لكم برضو الجريل عشان تشوفوه. هنا النار هنبدأ نهديها شوية، نخليها ايه يعني اللي هي الوسط يا بنات، اللي هي الوسط. بصوا انا هوريكم النار هنا كانت هتبقى ايه، وبعد كده هخليها ايه. ما تلعبيش فيه كتير، يا دوبك كده بس تظبطيه بس. بصوا النار هنا كانت عالية اهو. هنهدي النار كده، هدينا كده النار عليه شوية، هنخليها الوسط. وهنبدأ ان احنا كده ايه، اول ما يبدأ ان لونه يحمر هنبدأ ان احنا نقلب فيه واحدة واحدة كده اهو. شايفين لونه عامل ازاي اهو. ما تخافيش مش هيلزق منك ولا اي حاجة اهو. شايفينه. هنبدأ برضو نديه تقليبة على الناحية التانية كمان اهو. هتعملي له بعد كده اختبار بالشوكة او بالسكينة ولا حاجة، تشوفيه استوى منك ولا لا. هتلاقيه استوى وبقى زي الفل. استوى يبقى خلاص كده ايه، هتشيليه. بصوا ابتديت ان انا ايه عمالة اقلب فيه واديه كده من كل ناحية علشان يطلع بالشكل اللي انا عايزاه واللون اللي انا عايزاه. هوريهولكم دلوقتي، احاول اقربها في الكاميرا شوية عشان تشوفوا شكلها اهي. بصوا شايفين لونه واللمعة بتاعته شكله عامل ازاي. حاجة ولا أبسط ولا أسهل من كده، ولا زيت ولا قرف الزيت ولا الزيت. والله العظيم ما جاب لناش غير الأمراض، جاب لنا السمنة والأمراض والقرف كله. وتعالي شوفي إزازة الزيت دلوقتي وصلت كام. هتجيبي منديلك كده وتنضفي الجريلا أو الصينية أو الطاسة اللي انت هتشتغلي فيها من أي دهون أو أي حاجة نازلة منه، علشان لما تيجي تحطي رصة جديدة تبقى معاكي نظيفة وحلوة ما تتحروقش. بس نزلنا برضو بمعلقة زيت تاني برضو هنا، برضو ما كترناش، معلقة زيت واحدة. وهننزل برضو بالرصة التانية يا بنات زي ما انتوا كده شايفين. بص بيديكي كده طعم زي اللحوم المدخنة، فاهميني، والحاجات اللي زي كده. الصراحة يعني انا بنتي امبارح وهي بتاكل فيه بتقول يا ماما قولي لي انت حطيتي ايه في التتبيلة بتاعته، يعني حطيتي له حاجة غير اللي احنا بنحطها وكده. قلت لها مش هقول لك عليه. مش هقول لك عليها. قالت لي لا بجد انا عايزه اعرف انت حطيتي ايه فيه. قلت لها لا مش لازم. قالت لي تحسي ان في حاجه كده زي اللحوم المدخنه والكلام ده، في حاجه كده في التتبيله بتاعته. قلت لها بتفرجي على الفيديو بشوف انا حطيت ايه فيه. بس وفضلت اضحك عليها. قلت لها اتفرجي بقى بعد كده، وبعد كده بشوف انا ايه اللي انا عملته بالظبط. المهم نفس الكلام هنا، حمارة برضو على الجنب ده، قلبناه على الجنب التاني. بس وهنا برضو هيستوي كده يا بنات وهنخرجه. الأكلة دي بالذات بصوا أي حاجة تمشي معاه، يعني أي أكلة تمشي معاه. احنا عملنا جنبيها اللي هي المكرونة اللي بالخضار دي، الصراحة برضو التانية طعمها فوق الخيال. بس حلاوة بقى الأكل بتاعنا ده يا بنات في إنه إيه، بصوا تاكل الأكل كده وهو سخن احس فعلا بجماله والله العظيم. يعني المكرونه بالذات اللي احنا كنا عاملينها امبارح برضو، التانية دي كانت قمرين مش قمر واحده. بس فانت عايزه تعملي مكرونه بيضه، عايزه تعملي رز، عايزه تعملي زي انا ما عملت كده مكرونه بالخضار، هتبقى جنبيها مش هقول لكم، تبقى يعني حاجه حلوه قوي. وفي نفس الوقت بصوا يعني صحي، هو صحي اكتر من ما يكون طعمه حلو، هو صحي. يعني الحاجه الصحيه مش هاتكلم عليها أنا، أنتم أكيد كلكم عارفين يعني. المهم خلصنا كده الكمية بتاعتنا وجبناها أهي قدامكم. عايزاكم تقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات والكومنتات. عايزاكم تجربوها بجد والله العظيم جميلة جدا جدا، وهتنجح معاكي على طول مش هتغلبك في حاجة. أي طاسة عندك أو جريلا، أو مش هنشترط بجريلا، أي طاسة أو أي حاجة تيفال عندك أو سيراميك أو أي حاجة. أنا رغم إن أنا مبفضلش السيراميك أوي، أي حاجة تيفال أو جرانيت عندك اشتغل فيها هتطلع زي الفل. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.